السلام عليكم من فيديو جديد. عاملين ايه؟ طيب، في الفيديو هنتكلم على المساعدات اللي هتاخدها لما تيجي امريكا. اي حد بياخد المساعدات دي، ان انت جاي امريكا جديد ولا قاعد في امريكا جديد ولا قاعد في امريكا من زمان ولا مولود في امريكا. اي حد بياخد المساعدات دي. فانا اقول لك اخر الفيلم ده المساعدات دي ليه مش كويسة، بس كويسة لاي حد جاي جديد في امريكا. طيب، نخش في الموضوع على طول. دي تجربتي انا، فاهمني؟ كل الناس عندها تجارب، فدي التجربه بتاعتي انا. طيب، لما تيجي امريكا، لما جينا امريكا بيدوك حاجه اسمها ميديكير. ميديكير ده التامين الصحي، يعني تروح الدكتور تكشف سنان، حاجه زي دي كلها بتدوك فيه. العمر بيفرق، ركز معايا، العمر بيفرق. لو انت عمرك 15 سنه، 13 سنه، اقل من 16 سنه بيدولك لحد ما تكمل 18 سنه التامين. يعني مثلا انت جيت امريكا عندك 14 سنه، عندك 4 سنين تأمين هيديهولك الحكومة، لأن أنت لسه جاي البلد جديد. طيب دلوقتي أنت جيت البلد دي زي أنا كده، عندي 18 19 سنة، لسه هخش على 19 سنة، يديهوني لمدة سنة واحدة بس التأمين الصحي. ماشي، سنة واحدة. بعد كده قالوا لي إيه؟ مع السلامة. طيب، الفود ستامب اللي هو الكارت اللي بيديهولك لما تيجي أمريكا تروح تشتري بيه أكل تطبخه، مش أكل مطبوخ جاهز. ماشي. طيب، لما جينا احنا ادونا الفود ستام ده، طبعا بيحسبوا لك كم نفر في العيله، وبيدوك الفود ستام ده على حسب كم نفر في العيله، فاهمني؟ فلما يكون نفرين، 3 4 5، كل ما يكون العيله اكبر كل ما تاخد المبلغ اعلى. هو كان نظام. طيب، الحاجه التانية اللي هي التأمين الصحي بقى. التأمين الصحي زي ما قلت لك أنا 19 سنة بيدوك من سنة. فدلوقتي أنا أبويا، لو أبويا دلوقتي ابويا عيان، فيعني عنده من اول ما جينا امريكا عنده الميديكير ببلاش، ما بيدفعش فيه، الحمد لله يعني. كنا اتورطنا والله. فاكر لما قلت لكم التامين والصحه في امريكا غاليه؟ فالمهم، ده هو التامين مغطي له كل حاجه، عشان هو لما جه امريكا كان عمره 50 سنه، حاجه زي كده. ف وما بيمشيش، عشان تكون عارف يعني. المهم، ف بيدفعوا له، بيغطوا له المبلغ كله. طيب، انا فكوني على طول من اول سنه. ابويا لحد دلوقتي قاعد بياخد، امي نفس الشيء، بعد سنه ولا سنتين راحوا مع السلامه. اخواتي بقى ايه، كانوا اقل من 18 سنه، قعدوا 3 سنين ولا 4 سنين يدوهم التامين. فالتامين بتفرق، الموضوع كله بيفرق عن كم واحد في العيله، والعمر، السن بتاعك، انت عندك كم سنه، الحاجات دي كلها بتفرق. بس هتاخد، اي حد بياخد المعاناة دي، فاهمني؟ طيب، فدلوقتي اتكلمنا على التأمين الصحي، واتكلمنا عن الفود ستام اللي هو الفلوس في الأكل. الحاجة التانية اللي هي الهاوسنج جراند. هاوسنج يعني ايه؟ يعني البيوت. هاوسنج جراند يدوك مثلا، يدفعوا لك الإيجار، يدوك فلوس تدفع الإيجار. ما بيدوكش فلوس هنا في الولاية اللي أنا قاعد فيها فيرجينيا، ما بيدوكش فلوس كاش كده يقول لك خد، فاهمني؟ روح ادفع، لا، كل حاجة الكترونيك، فاهمني؟ في الشقة اللي احنا كنا قاعدين فيها زمان لما جينا امريكا، كانوا بيدفعوا لنا مثلا $800 $600 في الشهر، وانت تدفع. طبعا اول ما جينا بيدفعوا الموضوع كله، بس بعد شهرين 3 يقول لك ايه، يلا روح اشتغل وادفع، فاهمني؟ وهم يدفعوا لك النص ولا الربع على حسب انت بتدخل كام. طيب، خلينا في الموضوع بقى ايه. بدل ما وصلت للاخر الفيلم ده، انا اقول لك بقى تجربتي الحقيقيه. طيب بقى، لما انا واهلي دخلنا في البروجرام ده، اي حد جاي امريكا ياخد الموضوع ده، انا لاحظت كاسلام ان دول حراميه ونصابين. انا اقول لك على اي اساس، والموضوع ده بجد ضايقني. طيب، هما صح ساعدوني، هما صح ساعدوك، هما صح بيدوك الحاجات دي كلها، ماشي. الحاجه اللي ضايقتني بقى ايه؟ طبعا دي حاجه معروفه، اي حد بيساعدك عايز يعرف انت بتعمل كام، بتدخل كام، عشان قبل ما يديك فلوس. فدي نظريتي انا اللي لاحظتها في البلد دي، ان انا لما جيت وقالوا لي يا تدفع وورينا انت عندك كام في الحساب بتاعك وكده، فانت محتاج المعاناة دي، لازم توريهم انت عندك كام، انت بتاخد كام في الشهر، انت بتاخد كام، توريهم البنك حساب بتاعك، توريهم البنك ستيتمنت، توريهم انت قدمت في شغل، توريهم انت شغال فين. يعني عشان تاخد مساعدات من الناس دي، عايزين يعرفوا عنك اي حاجة،
وكل شهر تروح باعت. يعني انا جات عليا اخر ايام كانوا بيبعتوا لنا، بيدوا البابا فود ستامب، الاكل بتاع الكارت بتاع الاكل، $75 لان حسبوه ان هو لوحده بقى ايه محتاج مساعده وخمسة. يا عم الورق اللي كنت بملاه انا والحاجات اللي كنت بعملها عشان يدوا $75 دي، يا عم من دماغك هتنفجر. لان ليه؟ يسالوا الستيتمنت بتاعك، البنك، الشغل، انت مش شغال، وكل شهر ولا شهرين تعمل الموضوع ده. يعني بمعنى صح يعرفوا عنك اي حاجه، اي حاجه. طبعا ايه هما البروجرام ده هيقول لك، ايه البروجرام ده المفروض يتعمل ان هو يساعد البني ادم الجاي جديد يحسن من نفسه ويشوف شغل جديد. يعني ايه يحسن من نفسه وبعد كده ما ياخدش المساعدات دي تاني. بس البروجرام نفسه اصلا في امريكا منظم ان هو قعدك على مساعدات، فاهمني؟ مش منظمك ان انت يعني ايه تشوف تحسن من نفسك، لا، بيخليك مستريح. وفي ناس كتير في البلد دي على فكره، يعني امريكان، احنا مش هنتكلم في العرب، خلينا نتكلم في الامريكان نفسهم، اولاد البلد، لسه قاعدين شحاتين، لسه قاعدين بياخدوا فلوس من الحكومه، فاهمني؟ في اللي يقول لك انا في اللي الدنيا هنا بجد، دي نظريتي انا. فنظريتي انا للناس اللي جايه جديد تعمل ايه؟ انا عملت كده. لما تاخد المعونات تاخد حاجات زي دي كلها، انت خليك نشيط، فتش في شغل احسن، شوف حاجة احسن، فاهمني؟ ومجرد ما تجيب دخل كويس ويبقى عندك دخل كويس، ما تاخدش معونات من الحكومة دي تاني، ما تاخدش مساعدات، قول لهم انا مش عاوز. لان في حاجة زي دي مش هيعرفوا عنك اي حاجة، فاهمني؟ وانت مش كده، مش محتاجهم، انت مش محتاج منهم فلوس ولا محتاج من اي حاجة، لان انت بتعمل فلوسك الحمد لله لوحدك، واحد زي العسل وراجل زي العسل، بالدخل بتاع الانكم بتاعك لوحدك، فاهمني؟ ف دي نظريتي انا. غير كده الواحد تحاسب نفسك ازاي بقى التانية لما تيجي هنا، اللي هي في ناس بتشتغل مثلا 40 ساعة في الأسبوع. أنا بشتغل 40 ساعة في الأسبوع، أنت هتشتغل 40 ساعة في الأسبوع صح؟ بس أنا مثلا بشتغل $30 في الساعة، أنت بتشتغل $10 في الساعة. فأنت لاحظ إن الموضوع ده بعد 5 6 سنين هتزهق، هتقول أنا قاعد بنفس، يعني قاعد 5 سنين 6 سنين في نفس الشغل باخد $10 في الساعة. بس أنت شايف حد تاني جنبك شغال برضو نفس الموضوع، بيشتغل 40 ساعة في الأسبوع وشغال 8 ساعات، 8 أيام في الأسبوع، 8 ساعات في اليوم زيك كده، بس بياخد 40 و $50 في الساعة، فاهمني؟ فأنت لما الناس تقولك حسن من نفسك، ما تروحش وتجري تعمل ساعات زيادة، ما تعملش ساعات زيادة، أنت تشوف شغل اللي يديك فلوس أكتر في الساعة. يعني الساعة بتاعتك لما تكون $10 تكون مثلا $30. في ناس بقى بتعمل ايه بقى؟ شغاله ب 30، روح شغل تاني يديله مثلا، يديله فلوس تانية. فانت دلوقتي ايه، بدل ما تعمل 40 ساعه في الاسبوع بتعمل 60 70 ساعه في الاسبوع وعلى الفاضي، فاهمني؟ انت فاهم معايا، فاهم قصدي؟ ف 40 ساعه هنا و40 ساعه هنا، انت شوف الشغل. وكل سنه سنتين ثلاثه اربعه، 4 دي كتيرة، كل سنتين 3 حاول نط شوف لك شغل جديد. دي نصيحة مني أنا، نط شوف لك شغلانة جديدة هتتعلم. غير كده الواحد بيزهق، أنت هتكون قاعد شغلين سنتين 3 4 في نفس الشغل، هتزهق هتمل، بالذات لو ما بتاخدش فلوس حلوة. ف الفيديو ده زي موتيفيشن، وإن شاء الله تكون يعني تدي الناس طاقة إنهم يجوا البلد هنا يحسنوا من نفسهم وما يقعدوش يعني ياخدوا المعونات والمساعدات من الحكومة، ياخدوها أول ما يجوا بس لما تحس نفسك إن أنت مش محتاجها تاني حاول تفك منها. لأن في ناس كتير هنا ينفع يعيشوا على المعونات دي. أعرف ناس أنا صحابي عايشين على المعونات دي، ما بيشتغلوش ولا شغل ولا عمره اشتغل ولا عمرهم اشتغلوا، قاعدين ياخدوا فلوس، بس ما بياخدوش فلوس كتيرة طبعا، يعني ما هو على حسب الدخل بتاعك، هم عارفين انت بتاخد كام. فدي الحاجة التانية. ايه رأيك انت؟ اكتب لي في الكومنت تحت. انا حاسس ان البروجرامز دي كلها اتعملت عشان تخلي البني ادم قاعد في نفس المكان. طبعا ده حوار ونقاش، فانت قول لي ايه رأيك. فانا ده من رأيي يعني. يلا ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة والشير عشان القناة دي ماشية جامد قوي. ومع السلامة.